كانت سندريلا عايشة مع والديها حتى ماتت يماها. من بعد عاشت مع باباها. كانت عزيزة عليه بزاف وكيتمنى يحقق لها أي حاجة بغاتها، وكان كيظن أنها إلا كان عندها غتكون مرتاحة أكتر. تزوج الأب سندريلا بواحد السيدة عندها جوج بنيتات. في الأول كانت مرات باباها سندريلا مزيانة معاها، لكن من بعد ما مات الأب سندريلا ظهرت زوجة الأب على حقيقتها، وبدات كتعامل سندريلا بحال الخدامة. سندريلا مسكينة ما بقى عندها حد غير شويج الطويرات والفيران اللي كانوا صحابة وكيعاونوها في الشغل د الدار. واحد النهار قرر الحاكم يعمل حفلة كبيرة ويعرض بنات المدينة كاملين باش يختار زوجة لبنو الأمير. طلبت سندريلا من مرات باباها باش تمشي للحفلة. وافقت مرات باباها، ولكن بشرط أن سندريلا تعمل شغل د الدار ويكون عندها كسوة مزيونة باش تحضر الحفلة. ملي سالت سندريلا الشغل د الدار لبست واحد الكسوة كانت عندها في الماريو ومشات عند مرات باباها وبنيتات ديالها باش تمشي معاهم للحفلة. ولكن بنيتات زوجة الأب حسدوها وقطعوا لها الكسوة ديالها وخلوها في الدار ومشاو للحفلة. ملي كانت سندريلا في الدار وهي معصبة وحزينة، جات عندها واحد الساحرة وعطاتها واحد الكسوة مزيونة، واحد الصباط مزيون، وواحد الكروسة مزيونة كيجروها الخيل. وقالت الساحرة لسندريلا السحور غادي يزول مع 12 د الليل، ما غتبقى لا كسوة مزيونة ولا كروسة ولا خيل، وخاص سندريلا ترجع قبل 12 د الليل للدار. شكرت سندريلا الساحرة ومشات للحفلة. وصلت سندريلا للقصر وكانت أجمل بنت في الحفلة. ملي شاف الأمير سندريلا عجباتو بزاف وطلب منا يشطح معاها. بقات سندريلا كتشطح مع الأمير اللي كان مزيون بزاف ولابس الحوايج غاليين ومزيونين. نسات الأيام د الحزن اللي فاتت ونسات كلام الساحرة. وفجأة تذكرت سندريلا كلام الساحرة وخلت الأمير ومشات كتجري بلا ما يعرف شنو اسمها. وملي كانت هوادة في الدروج زالت له واحد الفردة الصباط من رجلها، وحيت كانت مزروبة خلاتها ومشات بفردة وحدة ورجعت للدار. لا غدا ملي صباح الصباح فاق الأمير من النعاس وطلب من الحاجب ديالو يمشي يفتش على سندريلا، وعطاه الفردة الصباط اللي نساتها سندريلا في القصر، وقال له يقيسها على رجل دبنات ديال المدينة كاملين، واللي جات قادة غتكون هي سندريلا. ملي وصل الحاجب الأمير نضارت سندريلا، مرات باباها خبعاتها باش ما تقيش الصباط، ولكن الحاجب الأمير عارف أن ديك الدار فيها 3 ديال البنات، وطلب من زوجة الأب تعيط للبنت الثالثة باش تقيس الصباط. ملي قيست سندريلا الصباط جا قادة. مشات سندريلا مع الحاجب الأمير للقصر. فرح الأمير ملي شاف سندريلا وعمل عرس كبير وتزوج بسندريلا. وعاشت سندريلا مع الأمير في القصر حياة سعيدة، ونسات المعاملة الخيبة دمرات باباها والأيام الحزينة اللي عاشت فيها.